كورس الاي اس اي بتاع جول جيم لسه مخلصين حتى اول حصه النهارده، مش عارف اول محاضره بقى اما الاصح. بس انا بقى اروح بقى واحكي لكم الكلام. من وانا صغير انا نفسي ابقى فورمه، يعني نفسي بقى ايه اللي هو ابقى عندي عضلات وبتاع ومش عارف ايه وكده. الواد الفورمه راح والفورمه جه وبتاع. عدت بيا السنين والحمد لله وصلت لحاجه محترمه قوي. يعني لما وصلت للحاجه المحترمه دي بقى تلاقي بقى ناس كتير قوي من صحابك والناس اللي حواليك يجي يسالوك بقى على حاجات تبع الجيم ومش عارف ايه، اتمرن ايه، اتمرن ازاي، ابدا ازاي، مش عارف ايه وكده. واجي اساعد حد مثلا اقول له على دايت بلان مثلا، او اجي اقول له على تمارين وبتاع ومش عارف ايه، والاقيه نزل وانتظم ووصل للهدف اللي هو عاوزه وبقى احسن وبتاع. ده فاهم بتحس بحاجه كده، ايه، اتشيفمنت جامده قوي، مع ان اللي قدامك هو اللي عمل الاتشيفمنت اللي بجد، بس انت فاكر انت ساعدته وخليته يوصل هو الحاجه اللي هو بيحبها دي. انا بحب اساعد الناس، حاجه كده جوايا الصراحه، بالذات في حاجه انا بحبها قوي بقى اللي هي التمرين. انا من النوع اللي بحب اتكلم في التمرين واحب ادور وافهم وبتاع، مع اني بكره المذاكره مثلا. بس النهارده وانا في الكورس الراجل هو بيشرح الاناتومي والسايكولوجي، البتاع كان ماشي على قلبي شبه الزبده. والله كنت حابب الموضوع. اخدت الكتاب اللي هو قد كده مش عارف كام 700 الف صفحه، والله العظيم ما عندي مشكله ابدا اقعد اذاكر فيه من دلوقتي. انا اتحمست اكتر والله. بس فكل الحاجات دي يعني جاب في دماغي من ساعه ونص كده لو انا نفسي ابقى كوتش. يعني تخيل لو انت نزلت بتعمل حاجه انت بتحبها كل يوم، او حتى من غير ما انزل الجيم وانا قاعد في البيت وبتاع، ابقى مصدر دخلي من حاجه انا بحبها. فليه قلت طب ما تجربش ليه؟ يعني فيها ضاع سنتين ثلاثه من عمرك لو انت اصلا لسه عايز صغير في كليه، ضيعهم في حاجه انت بتحبها. فكل ده ادى للقرار انا بدات اخد الكورس، ورحت النهارده الحمد لله. الكورس ما كانش رخيص يعني، بس كل حاجه تستاهل. تجربه فشلت او نجحت هتكون تجربه حلوه وعمري ما هندم عليها. وبس اول يوم واول خطوه في سكه هتكون خير ان شاء الله. يلا استنوا بقى كمان 4 شهور 3 شهور كده بقى كوتش فارس هينزل يا جدعان في الملعب وهيبقى هكسح الدنيا.